السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبعمر كورة عالمية. كأس العالم، البطولة الأهم في التاريخ، بطولة العرب، تنظيم عربي، وإن شاء الله نتمناها أداء عربي. يعني مش عايزين نحلم كتير. فوز السعودية النهاردة على الأرجنتين خلتنا نحلم، خلتنا إن الكورة ما فيهاش مستحيل، إنك أنت ممكن تفوز على أكبر الفرق. الكورة اتغيرت في العالم كله. مصر تفوز على بلجيكا ولكن ودي، بس فازت على بلجيكا تاني العالم. السعودية تفوز على الأرجنتين 36 مباراة متتالية من غير هزيمة. الأرجنتين اللي غلبت البرازيل وغلبت إيطاليا، الأرجنتين النهاردة تهزم من السعودية. أداء رجولي، أداء النهاردة من لاعيبة السعودية، وبالذات وتحديدا في الشوط الثاني ولا أروع. السعودية تكتب التاريخ النهاردة. الملك سلمان أجازة رسمية الأربع 23/11 للمملكة بأكملها بسبب الفوز على الأرجنتين. الفوز على مين؟ على الأرجنتين. محدش يتكلم تاني. يعني ممكن أي فريق أفريقي عربي آسيوي يفوز على أعتل فرق أوروبا. مش بعيدة. كاس عالم، الكل داخل كاس عالم عشان ياخد البطولة. مش الكل، مش المفروض ما فيش منتخب يروح يقول انا اروح ادي اداء شرفي. لا، انت رايح عشان تاخد البطولة، رايح عشان تاخد البطولة. الدنمارك 92 خد اوروبا، جابوه من على الشواطئ، خد اوروبا. اليونان خد اوروبا. البرتغال خد اوروبا. واوروبا دي كل الفرق، اكبر فرق في العالم اوروبا. يعني مفيش مستحيل في الكوره، مفيش مستحيل في الكوره. السعوديه تكسر الرقم التاريخي للارجنتين. 36 فوز النهارده. السعوديه تفوز 2-1. هدف ولا اروع من صالح الشهري النهارده. هدف تاني من احلى الاهداف اللي شفتها، هدف سالم الدوسري النهارده. الهدف الثاني كتب تاريخ السعوديه بحروف من ذهب. محمد العويسي النهارده حارس منتخب السعوديه، رجل مباراه الارجنتين والسعوديه. محمد العويسي يستاهل ان هو ياخد رجل المباراه. كان النهارده مش عايز اقول لك، كان صد منيع لاكثر من هجمه. ميسي اسطوره كره القدم العالميه. مارتينيز. ميسي النهارده احرز هدف. وفي لو اتكلمنا على مجمل المباراه، شوط اول ارجنتيني كامل كله. اول تلت ساعه احنا قلنا الارجنتين هتفوز 6-7. والله هدف ضرب جزاء، هدف اتلغى من بداعي التسلل، هدف تاني اتلغى بتاع التسلل، هدف تالت اتلغى بداعي التسلل. صراحه النهارده الارجنتين الشوط الاول ما عندوش حظ، لكن الشوط الثاني ندي السعوديه حقها. الارجنتين ميسي تاه النهارده، برغم على فكره ميسي خد تقييم عالي. ده ميسي واخد تقييم 7.2. عندك محمد العويسي واخد تقييم 8. فالسعوديه عملت كل حاجه في الكوره. رجوله، شفنا رجاله في الملعب النهارده. جبت الهدف الثاني، خلاص. صراحه هيرفي رينارد مدرب عالمي. هيرفي رينارد ما مسكش منتخب الا ونجح معاه. مسك زامبيا خد معاها افريقيا، مسك كوتديفوار خد معاها افريقيا، مسك المغرب نجح معاها بس ما خدش معاها افريقيا ولا خد معاها بطوله. مسك السعوديه مدرب محترم، مدرب سي في، ومدرب قوي جدا، مدرب بتاع منتخبات. هو ما بيمسكش انديه لكن مدرب منتخبات. مبروك للسعوديه، مبروك للسعوديه. 3 نقاط كمان النهارده. السعوديه باول، المكسيك وبولندا تعادل النهارده في المجموعه بتاع السعوديه والارجنتين. فبقت اعطت افضليه للسعوديه، بقت اول 3 نقاط. وعندك بولندا نقطه، والمكسيك نقطه، والارجنتين بلا نقاط. وكمان فرحه تاني النهارده بتعادل تونس. اي نعم تعادل، لكن فرحه، تعادل ثمين، تعادل من ذهب. ان تونس تعادل النهارده مع الدنمارك. نقطه ثمينه
النهارده وتعادل قوي النهارده يدي افضليه لتونس. عندها تونس مباراتين، يعني لو تفوز ماتش بس تصعد. السعوديه على فكره، السعوديه عندها المباراه اللي جايه، عندها مين السعوديه للمره الجايه؟ عندها مين السعوديه؟ عندها بولندا ثم المكسيك. يعني اقوى فريق فاز عليه الارجنتين، يعني ممكن تصعد بسهوله. تعادل الارجنتين للسعوديه مع بولندا او المكسيك يصعدها، تتعادل مع مرتين او تعادل بس يصعدها. تونس النهارده مبروك برضو التعادل زي ما قلنا. عندك مباراة امس، احنا في مباراة في المجموعة الثانية امس، امريكا وويلز التعادل 1-1. فبكرة في 4 مباريات هامة في كأس العالم. عندك في مباراة تقام، يعني انا بسجل حلقة قبل مباراة فرنسا واستراليا، ماشي. عندك غدا الساعة 12 مباراة قوية جدا، المغرب وكرواتيا، ودعواتنا كلنا للعرب ودعواتنا المغرب. الساعة 3 ألمانيا واليابان مباراة قوية جدا. الساعة 6 أسبانيا وكوستاريكا. الساعة 9 بلجيكا وكندا. كده المجموعة الأولى الإكوادور 3 نقاط، هولندا 3 نقاط، السنغال 0 وقطر 0. المجموعة الثانية إنجلترا 3 نقاط، أمريكا نقطة، ويلز نقطة، وإيران 0. المجموعة الثالثة السعودية 3 نقاط، وبولندا نقطة، والمكسيك نقطة، والأرجنتين بلا نقاط. المجموعة الرابعة طبعا فرنسا واستراليا لسه بيلعبوا، وعندك تونس والدنمارك كل منهم نقطة. الدوري المصري يعني من كأس العالم لمصر للدوري المصري بكرة 3 مباريات في الدوري، طبعا 3 مباريات متأجلين من الأسبوع الثالث. أو عندك فاركو والإسماعيلي، وعندك بيراميدز والبنك الأهلي وفوتشر وأسوان، وال3 مباريات الساعة 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.